السلام عليكم. دي كده تجميع ان شاء الله للي حابب يشتري كيوي او اشترى كيوي وعنده مشاكل. الكيوي اكس دي في هو في لحد دلوقتي كده يعني كذا مشكله هقولهم لكم بالترتيب اللي قابلني فيها. اول حاجه كابل السرعه مش متقفل كويس، فمع الوقت هتلاقي العداد بيخرف، الكابل مش مظبوط، الكيلو مش مظبوط معاك، هتلاقي ناحيه القطمه كده في الجدون في قاطع او الكابل اتشد، هتقطعه بوصله 3 طرف تلحمه ويشتغل معاك زي الفل. بعديها بشويه مطرح البنزين والضغط المسدس وكده هتلاقي العوامة بتخرف معاك. بعديها هتبتدي تمشي بالليل، الناس هتشتكي، او بالنهار هيقولك ان انت منور، النور عالي، النور معرفش ايه. النور ما بيتفصلش، هو النور شغال 24 ساعة معاك، داي لايت وفوجات والنور اللي هو الواطي ده ثابت معاك ما بيتطفاش. حلك الوحيد هتجيب الزرار بتاع العالي في النص، مفيش حل تاني. لو مش عايز تلعب بالضفيرة، عايز تلعب بالضفيرة قدامك تو اوبشن، هتجيب زرار بتاع اون واوف كده، هتاخد الطرف بتاع الواطي مع الفوجات وتحطهم في الزرار بتاع الاون والاوف ويشتغل معاك زي الفل. بس انت كده هتبقى لعبت في الضفيرة، عشان في ناس ما بتحبش تلعب، انا ما بحبش العب في حاجه بسيبها زي ما هي. الحل التاني في زرار البطال في اللي في اليمين، لو حضرتك اشتريته هتلاقي في زرار بطال في اليمين. البطال ده في ناس بتفك السلك بتاعه وبتخليه اون واوف للواطي، والشمال بيبقى للعالي، فدي باختيارك، قدامك الحلين. المشكلة التالتة بعد يعني تجارب، ما تغسلش السكوتر في مغسلة تحت مسدس وكده. المية بتخش جوه المارش وبتخش جوه الأجزاء اللي جوه، بتبوظ لك الدنيا وبتبهدل لك الجوانات، بتبوظ لك المارش، وانت بدأت تسمع كلمة اوه دي فكده المارش باظ. تفتح جوه هتلاقي بقى كوباية بايظة ومسمار قفش ومسمار ألمونيا، توديه الخراط، تخش كده في قصة انت بعيد عنها، والمارش النهاردة تقريبا 3000 جنيه، فحرام يعني. الحاجة التالتة السنادة بتاعة الجنب، او بما يقال عليه في الدبوس. حضرتك الدبوس ده يعني استعمله في ادق الامكان، في ادق الاشياء. هي فيه ميزتين. الدبوس ده حضرتك لما بتنزله السكوتر بيبطل، فهو امان ليك. المشكلة التانية مع كتر الاستخدام في حساس تحت، الحساس ده بيبوظ. تمام. مش عارف تقريبا عامل 1000 جنيه، 700 جنيه حاجة كده يعني، فمش رخيص برضه، هتعطل وهيجيلك هسس على بال ما تعرف ان هو ده سبب عدم تشغيل السكوتر معاك. هتيجي تدور هتلاقيه قاطع، فقاطع ليه؟ ما كهرباء واصلة، الحاجة شغالة، هتوديه بقى كهربائي هيقعد يشيك لك على الدنيا، تلاقي في الاخر ان الحتة اللي تحت دي هي اللي قاطعة الكهرباء. هتجيب سلكتين وتدورها، وممكن تلغي الحساس براحتك، انا بفهمك المشكلة فين. الحاجة التالتة، هو انا بمشي تقريبا حوالي 40 كيلو كل يوم، او من السبت للخميس. يعني بص، هو تقريبا بيمشي معايا من 200 ل 250 240 كيلو كل يوم، وبفول مرة واحدة في الأسبوع. تمام، عشان في ناس بتحسب 180 كيلو 200 كيلو 250 كيلو، هو ده أنا بيمشي معايا، احسبها أنت بقى زي ما أنت عايز. وسرعتي عادي، أنا بمشي 60 70، ما بزودش عن كده. وبعدين ده كربوراتير من انجكشن، فمش بيوفر في البنزين. توفيرك هيبقى لتر 2 لتر، فهو ده أحسن حل. النقطة بقى الأهم، هو حضرتك جايب السكوتر هتستخدمه في ايه؟ مشاوير عادية او شغل كل يوم وكده، او شغل طلبات او ان درايف او اوبر او ايا كان. الانجكشن يا جماعة والله مشاكله كتير. الانجكشن ترمبة بنزين، حساسات، رشاشات، حساس جاكمان، التشيك انجن، مكنة بتبطل، مكنة معرفش ايه. هتخش في قصص كتير، فانت في غنى عنها. عايز تخش في الفئة دي، عندك الزونتس طبعا، وعندك الحاجات الأعلى دي اللي هو الإيفو وتبريد المية بقى، وربنا يعينك على مية الراديتير، وما تحطش مية من الحنفية وكل واحد ومصاريف. يعني أنا واحد من الناس الصراحة أنا جايب ده عشان أوفر، مش جايبه عشان أصرف، فاهم؟ بس فكل واحد واختياره. الحاجة التالتة، والله أنا بالنسبة لي السكوتر بسم الله ما شاء الله عليه لحد دلوقتي ما خزنيش في حاجة. هي في مشكلتين الناس بتشتكي منها. يعني إلى حد ما قطع الغيار غالية شوية. يعني عندك الجنط الخلفي ده تمنه 4000 جنيه،
تسألنيش ليه. خلاص التيل مثلا تمنه 400 جنيه، ما تسألنيش ليه برضه. هو كده، في حاجات بتركب من اس واي ام عندنا وفي حاجات لا. تمام. التيل الخلفي مثلا لو سهيت عليه شويه وسمعت الصفاره وبتاع، التنبوره اللي ورا دي مش عارف عامله 400 جنيه، اللي هي الحديده المخرمه دي اللي بيمسك عليها التيل. فلتر الهواء معاك من اول 180 جنيه لو اصلي، مضروب 70 80 جنيه، وبرضو كله واحد ودماغه. وفلتر الهواء يا جماعه ما بيتغسلش ولا بيتنضف. فلتر الهواء ده فتحات بيفلتر لك التراب اللي داخل المكنه، فانت حضرتك بتنضفه، بتوسع الفتحات، هتدخل تراب للمكنه، فانت بتحافظ عليه عشان تقلل فتره العمره بتاعه الموتور، او زي ما بيقولوا ان هو ما يعمرش معاك، هو بيبوظ منك بدري براحتك يعني. بس دي نصيحة بعد ما جبت 5000 كيلو بيه، فالحمد لله يعني بسم الله ما شاء الله. وقلت اعمل لكم الفيديو ده نصيحة للي عايز يجيبه، او اللي جابه وعايز يحافظ عليه، او عايز يكمل معاه فترة طويلة من غير ما يقابل المشاكل اللي قابلته. هو الفيديو للاستفادة مش اكتر. انا ولا طالب منك تعمل سبسكرايب ولا تعمل لايك ولا تعمل حاجة، بس جزاك الله خير. السلام عليكم.